السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم أصدقائي في زيارة لسيدتي الشريفة. الله يرزقك عمي. إلى سيدتي مولاتي الشريفة بنت الإمام الحسن عليهم السلام. إن شاء الله نزور وندعي لكم. أي هاي الأسواق مثل ما تشوفون المحلات، مدخل السيدة الشريفة. طبعا المسافة بعيدة بين الجراج وبين مرقد السيدة الشريفة، يعني هذا يمشي مشي لازم. اي مختلف البضاعة موجودة، ملابس، حلويات، ملابس نسائية رجالية، أحذية كرمون، شحاطات، كل شي موجود ما شاء الله. سوق عامر بأنواع البضاعة.
مطاعم أيضا موجودة بكثرة، أنواع الأكل موجود. هذا فندق بابل جراند أو جراند بابل. أهلا وسهلا زوار العلوية الشريف بنت الحسن المجتبى عليه السلام. نرجع وياكم لمشاهدة المحلات. بعدها شنو؟ هذا خروج. مثل ما تشوفون اللوحات مكتوب عليها الشكر لله تعالى وأهل البيت عليهم السلام، ولا سيدهم ولاة الشريفة بنت الإمام الحسن عليه السلام. البيت هم الوسيلة إلى الله تعالى، سلام الله عليهم أجمعين. أهل البيت هم الوسيلة. مثل ما تشوفون من الجهة المقابلة مطاعم ومحلات عصائر ومرطبات، سناتر.
يصادف يوم غد استشهاد السيدة الزهراء سلام الله عليها، ومثل ما تعرفون شريفة بنت الإمام الحسن، يعني جدتها فاطمة سلام الله عليهم أجمعين. توزيع شاي وقهوة. السلام عليك سيدة مولاي يا شريفة. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد. كما تلاحظون البناء والإعمار في مرقد السيدة شريفة بنت الإمام الحسن عليهم السلام، ما شاء الله. يعني أنا جيت أعتقد العام، اكو فرق بين العام والسنة، فرق بالإعمار. السلام عليك سيدة مولاتي شريفة بنت الإمام الحسن. يما كثر مشتاق اشوف امه وراها واحي قطع بقلبي. يما وراها تمنيت ترجع طفل واركض وراها واتيه من ايدها وتنشد علي. قالت يما ما جات احس نلقى روح اليوم ما جات ومدامعنا يداح البار. ويا مدامعنا يداح الباب ما جات جانا الليل ومن شلون الطفل له علاقة بالأم. ويا جانا الليل ومن شلون ما جات وراحت وين يا حامل حمية. قالت بويا تلاقين يا على اليطب وما تلاقي. اذا عندكم دير بالك علم الام ما تتعوض، الام حنان، الام اطمئنان بالداء. قالت يما تلاقين يا على اليطب وما تلاقي. يما تضحك بوجهها وتشبق عليه انا شابي شجازي طيبك تراني بشجازي. لكن هي زينب سلام الله على زينب لما شالوا نعش الزهراء سلام الله يا ابن العم قسني ليلا كفني ليلا. يقول لما دنت منها الوفاة وشالوا نعش الزهراء وتجري هاي صعبة عليك يا غيور يا موالج. قالت زينب قالت لا تشيل يا شيال النعش لا تشيل. يما ماليش حلا افراق الوالدة ماليش حلا. يما بريحة الشيلة وظليت اشم بريحة الشيلة.
والله يا شيال النعش بالله تخليه، اريد اشبع بواك والطمع لي، انا خلاف ام العمر لا فايده بيه. قالت ثار الوالده بالبيت شمعه، تحب الجاي والرايح تودعه، يما سباح القلب حيح ونبضه، يما يا يما. لكن زينب سلام الله على زينب سئلت الزهراء قالت اماه يا زهراء لمن ذن الاكفان؟ بيت الختام ان شاء الله، بيت الحوائج، واجرك على الزهراء ان شاء الله. قالت لها اماه هذا الكفن لي، وهذا الى ابيك امير المؤمنين، وهذا الى اخيك الحسن المجتبى. قالت اماه الحسين ما له كفن؟ قالت تخذيهن يا بعد اهله، ترانا مفارق الليله، بكت زينب وسال دمع على الخدين، يما الجفن ويانا الرابع لو نسيت حسين، عزت ينذبح ضامي ويظل بلا غسل ولا تكفي، يما نايم عزيز شلون نومه عريان ومسلبح دومه، والله لا ينشرب الروح سومه، وانا تمنيت يومي قبل يومه. اي والله يا والي يا والي صديتنا بجانك يا والي، اي والله ذيك الليالي ذيك الليالي وتذكرت ذيك الليالي، ويا بالي بالي بعدين حجاياكم ببالي. والله لكن هذا البيت لأم البنين اختم فيه، ما تحس بظنك مادي او امور الحياه الا ما تقرا الفاتحه. تدري التفاهم هاي لما جناع الحسين ينعى الحسين وطلعت ام البنين واخبرها الناعي، قالت لما سئلتك عن جعفر ولا عن عون، اسالك عن قره عيني يا ابي عبد الله. قال لها جت العباس ايش تقولين؟ التوت وتقول قل بقره العين. هذا ختام مجلسنا ان شاء الله وبيه الحوائج ان شاء الله. هاي ما تحس بظنك مادي وامور الحياه الا ما تقضى حاجتك ام البنين ان شاء الله. يقول لما رجعت ام البنين سئلت زينب ايش قالت له؟ قالت له يما لما طلعت لابو فاضل قالت له خويا تعت بين واعتابت، عرفت المقتول قل لي شلون تعاتبخته، رحت للماي خويا وما شربته لاجلك ولاجل حسين عفته. قالت له يما ام البنين وصل لك هذا السلام امانه من ابو فاضل لام ام البنين. قالت له يما ايش قال ابو فاضل؟ قال خويا سلمي لي على امي يا زينب سلمي لي، ديس بعد لا ترتجي حال الموت ما بيني وبيني. الهي بالحسين وجدي كما تشاهدون هذا مرقد السيدة الشريفة بنت الإمام الحسن عليهم السلام. ها هم زوار السيدة الشريفة يطلبون الحاجة بشفاعتها عند الله. أتمنى أن يعجبكم هذا المقطع، وأي ملاحظة اكتبوها لي بالتعليقات. المهم اشترك بالقناة، خلي يشترك، يفعل الجرس حتى يصلكم كل جديد. تحياتي لكم. الشاعر والإعلامي محمد عبد الجليل الكحلي، كربلاء.